بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا نعمل السمك البلطي بتتبيلة جميلة وحلوة قوي، والله هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. بتخلي السمك بتاعنا في حتة تانية بصراحة، طعم وتتبيلة مفيش بعد كده. وجربيها وقوليلي في التعليقات رأيك فيها ايه. هنجيب السمك البلطي بتاعنا ويكون سمك طازة، لانه هيفرق معانا برضو في طعم الاكل. هنغسل السمك بتاعنا بالطريقة اللي احنا عارفينها، وهننضفه كويس ونحاول ننضف السمار اللي في البطن على قد ما نقدر، وننقعه في مية بليمون علشان الزفارة. التتبيلة اللي احنا هنعملها مع بعض دي والله العظيم جميلة جدا، وبتخلي السمك البلطي في القلي بصراحة طعمه حلو قوي. تعالوا نشوف التتبيلة بتاعتنا يا حبايبي اللي هننقع فيها الشبار او البلطي بتاعنا. هنجيب حباية طماطم كبيرة وحبايتين فلفل حامي و3 ليمونات، ومعانا ليمون، معانا توم مفروم او توم من العادي هنفرمه مفيش اي مشكلة. التتبيلة ديت جميلة جميلة، وجربيها وان شاء الله تعجبك. هناخد التتبيل، هنغسل الفلفل والطماطم وهنقطعهم بالشكل اللي احنا شايفينه دوت علشان نجهزها. هنفرمهم في الكبة زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. احنا عايزينها تبقى مفرومة، ان هي ايه يعني مش هنضربها في الخلاط انها تبقى ناعمة قوي معانا زي الصلصة. لا، احنا عايزينها تبقى مفرومة في الكبة، ان هي تبقى ايه مقطعة كده عشان نتبل بيها السمك بتاعنا. هنضيف بقى عليها كمون وملح وفلفل اسمر. لو انت بتحبي توابل اضافية برضو حطيها معاها مفيش مشكلة. عايزة تضيفي توابل السمك برضو حطي معلقة او نص معلقة حسب ما تحبي، مفيش، اكتفي بالحاجات اللي احنا قلناها. بعد ما غسلنا السمك كويس ونقعناه في مية وليمون، هنصفيه من المية بتاعتنا، وهنجيب التتبيلة اللي احنا جهزناها في الكبة، هنحطها على الشبار بتاعنا، وهنحاول نحشيه من جوه ومن بره عشان التتبيلة تطول السمك وتتبله كويس. هنحاول ان احنا نوزعها على السمك كله. والتتبيلة ديت هنسيبها في بطن السمكة وهنقليها بها زي ما هي كده. برضو لو بتحبي ان انت تفتحي السمك من الظهر برضو فتحيه مفيش اي مشكلة خالص. عايزة تسيبي السمكة سليمة زي ما هي حسب ما بتحبي. لما بتكون السمكة كبيرة معانا لما بنفتحها من الظهر كده بتتشرب من التتبيلة ويبقى طعمها احسن بكتير، والتتبيلة بتطول السمكة في اللحم من جوه. بعد كده هنجهز بقى الدقيق اللي احنا هنبطن به السمك. بنجيب الدقيق ونضيف عليه معلقتين نشا. طبعا الكمية اللي انت بتعمليها بيبقى على حسب كمية السمك برضو اللي انت بتستخدميها. هتضيفي للدقيق اللي انت هتستخدميه 3 معالق نشا كبار او معلقتين، وبرضو بنضيف معلقة ملح معلقة كمون علشان الدقيق يبقى برضو فيه ملح ومتبل معاكي. برضو طبعا الشطة بقى بيبقى حسب ما انتي بتحبي. عايزة تضيفيها ماشي، مش عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة. وهنقلب الدقيق كله مع بعضه، هنجهزه بقى ان احنا لما نيجي نقلي السمك نغطيه ونعمل الكفر بالدقيق بتاعنا. شايفين يا حبايبي السمكة متبلة ازاي وواخدة من التتبيلة جوه وبره زي ما احنا قلنا. هناخدها بتتبيلتها بحالها كده وهنبطنها بالدقيق على قد ما نقدر نغطيها كويس، وهنقليها. طبعا الزيت بتاعنا هيكون على نار متوسطة عشان السمكة تاخد راحتها في القلي كده معانا وتنشف وتقرمش معانا براحتها.
والله تتبيلة جميلة وطعمها حلو، واتمنى ان انت تجربيها. ولو انت جربتيها مش هتبطلي ان انت تعملي السمك المقلي بالتتبيلة دي. هنسيب السمك بتاعنا بقى يتحمر. انا بصراحة من عشاق السمك، وبحب ان السمكة تبقى واخدة راحتها في القلي وما استعجلش عليها، تطلع معايا مقرمشة وجميلة. وبرضو التتبيلة ديت انت لما هتوزعيها على السمك بتاعنا هتسيبيها فيها حوالي ساعتين قبل ما تيجي تقلي السمك. تتبليه وسيبيه على رف التلاجة حوالي ساعتين او ساعة ونص. يعني المفروض ان هو بياخد راحته في التتبيلة عشان يتشرب منها ويديلك الطعم اللي انتي مستنياه. اهوت يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، السمك بتاعنا بعد ما طلعناه من القلي والله السمكة مقرمشة وجميلة وطعمها حلو قوي. طبعا احنا عندنا تتبيلة اللي هي بتاعت السمك العادية، انا ببقى مجهزاها وحطها في التلاجة وعامله لها فيديو على القناة. اي حاجة بحب اتبلها جاهزة معايا على طول بقوم جايبة التتبيلة واشتغل منها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والطريقة تنال اعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة. السمك بقى رز مفلفل، رز بشعرية وسلطة خضراء، وبألف صحة وعافية يا رب. وأحلى سمك مقلي بألف هنا وشفا بأحلى تتبيلة.